السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. بما إننا داخلين على المدارس والدراسة، النهاردة هنعمل مع بعض أنجح وصفة ممكن تجربيها للعيش الفينو. سجليها عندك لأنك هتحتاجيها أكيد لسندوتشات المدارس. هنعمله النهاردة بطريقة اقتصادية بمقادير بسيطة متوفرة بإذن الله في كل بيت. يلا بينا نعرف كل التكات والتفاصيل وإزاي يكون مظبوط معانا زي بتاع الأفران وأحسن، وما يكونش مكتوم أو مفرول. وكمان هقولك على طريقة التخمير السليمة عشان يكون قابب معاكي زي اللي بنشتريه من بره. بس الأول لو لسه مشتركتيش في القناة، انزلي اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنسيش شير ولايك وسبسكرايب لقناتي تايهة في المطبخ. أول حاجة هنسمي بسم الله، وفي إناء عميق هنزل بيه كوبايتين من المية العادية، مية عادية خالص من الحنفية، ما يعادل 400 جرام أو 400 ملي من المية. كمان هنزل بيه 11 جرام من الخميرة الفورية، ما يعادل باكو أو كيس من الخميرة الفورية. كمان عندي 5 معالق من السكر، سكر حبيبات عادي جدا، ما يعادل 100 جرام من السكر. وهنتكلم عن كل البدايل وإيه اللي ممكن نستخدمه أو نستبدله وإحنا شغالين مع بعض بإذن الله. تقدري كمان تستغني عن الخميرة الفورية لو مش موجودة عندك، وتستبدليها بمكعب صغير حوالي 10 جرام من الخميرة البيرة. هنقلب بقى الخميرة مع السكر والمية، وطبعا المية هنتكلم عنها باستفاضة ونقول احنا استخدمنا قد ايه واحنا شغالين مع بعض. بس هنقلب الخميرة كويس جدا عشان نتأكد ان هي نشطة عشان ما تبوظش العجينة مننا. مجرد ان هي تطلع معايا فقاعات كده على وش المية اعرف ان هي نشطة، وهبتدي بقى اضيف بقية المكونات. هنا عندي كمان 10 معالق من الزيت، ما يعادل 60 جرام من الزيت. وكمان هنضيف عليهم 2 معلقة كبيرة من الخل الأبيض الغير مركز، ما يعادل 10 جرام من الخل. وهقولك فايدة الخل ايه في اضافته للعجينة بتاعتنا. كمان عندي 2 معلقة كبار من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، ولو حابة تسيحيها على النار مفيش مشكلة. بس طبعا لان الجو حر جدا دلوقتي فانا استخدمتها تكون بدرجة حرارة المطبخ. هنقلبها كلها كويس جدا وهنلاحظ ان الزبدة خلاص بدأت ان هي تدوب. وكمان لما هننزل بالدقيق بتاعنا طبعا هتختفي مع بقية المكونات. زي ما قلتلك لو حابة تسيحيها. طيب انا لو مش عندي زبدة، مش لازم ان انا انزل اشتري زبدة مخصوص عشان اضيفها، هي بس بتدعم الطعم ولكن هي مش مكون اساسي في وصفتنا. احنا هنا ضايفين 10 من معالق الزيت، زيت عادي او زيت تموين، بس اهم حاجة تأكدي ان ريحته تكون كويسة. طيب الزبدة فايدتها ايه؟ الزبدة بتخلي طعم العجينة بيكون مميز وطعمها حلو، وكمان بتدي طراوة للعجينة او عجينة الفينو او رغيف العيش الفينو. كمان هنقول على بدايل الزبدة لو احنا حابين نضيف اي حاجة تانية. بس هنا انا ضفت كيلو من الدقيق المنخول، عليه نص معلقة صغيرة من الملح. وهنبتدي بقى ان احنا نقلب كده العجينة، نعجنها كده بصوابع ايدينا بالراحة. وطبعا محضرة كوباية مية على جنب. الكوباية اللي انا عيرت بيها او المج ده مج الشاي العادي المتوفر في كل بيت، ما يعادل 200 جرام. استخدمت في البداية 200 كوبايتين من المية. الكوباية الواحدة أو المج الواحد بيعادل 200 جرام، يعني الإجمالي 400 جرام. وزي ما قلنا عندي 200 جرام مية، مج من الشاي العادي حطاهم على جنب، وهبتدي ان انا اضيفهم بالتدريج. وطبعا زي ما احنا عارفين ومتعودين مع بعض ان الدقيق بيختلف في تقبله للسوائل او شربه للسوائل والمواد الدهنية من نوع للتاني. طيب اقدر ان انا استخدم ايه من الدقيق؟ تقدري تستخدمي الأهرام أو تستخدمي الصقر أو تستخدمي دوبيلا أو الضحى، المناسب ليكي في السعر. وكمان مهم جدا إن هو يكون ليه عرق، ما يكونش بيسيح
وكمان لو في الأرياف تقدري تستخدمي الدقيق العلامة الأولى، مفيش مشكلة وهيطلع زي الفل. هنقلب بقى الدقيق مع السوائل كده، وبعد كده هنسيبها ترتاح شوية، واحنا كمان نريح ايدينا من وقت للتاني. بنريحها كده في البولة بتاعتنا او العجان اللي احنا بنعجن فيه. وكمان عايزة اقولك لو عندك عجان تقدري ان انت تضيفي كل المكونات وتعجنيها وهيطلع زي الفل. مهم جدا وانا بعجن العيش الفينو ان العجينة تتخدم كويس، لان سر نجاح العجينة وان العيش يكون مش مكتوم معايا ان يكون اتعجن كويس جدا. هنا هنفصل كده ازاي بنعجن العيش الفينو بالظبط زي المخابز او زي الافران. فردنا كده العجينة بعد ما سبناها دقيقتين ترتاح في البولة او الطبق اللي احنا بنعجن فيه، وعندي هنا فردناها كده على رخامة المطبخ. وهبتدي ان انا افضي بقية المية اللي انا كنت محضراها جنبي. انا هنا استخدمت نصها واتبقى نص المج الشاي، وفضيتها في طبق كده اقدر ان انا احط ايدي فيه وابل ايدي وانسم كده العجينة، يعني ارش كده حاجات بسيطة على العجينة من المية اللي قدامي. وهبتدي ان انا الت في العجينه واعجن يمين وشمال وشمال ويمين. انا عايزه العجينه بتاعتي تكون طريه جدا وبتلزق حاجه بسيطه، وكمان القوام بتاعها يكون قوام ناعم جدا. زي ما انتوا شايفين انا هنا بلت في العجينه وبعجنها كويس جدا، وبالظبط نفس الطريقه بتاعه المخابز زي العجان كده او الخباز ما بيعملها في الفرن. مهم جدا ان احنا نعجن العجينة ونخدمها كويس جدا، لان ده سر من اسرار نجاح العيش الفينو. بخبطها كده من وقت للتاني على الرخامة، وزي ما قلنا بنعجن فيها كويس جدا. ومهم جدا ان انا اسيب العجينة تريح معايا، يعني بسيبها حوالي مرتين او ثلاثة بسيبها على الرخامة. او لو انت بتعجني في طبق كده هتسيبيها شوية ترتاح معاكي وبترجعي لها تاني، مجرد بس ان انتي تغسلي ايدك وتريحي ايدك شوية كده من العجن. ده بيساعد على تنشيط الجلوتين في العجينة وبيديها عرق كويس جدا. زي ما احنا شايفين العجينة بدأت ان هي تنعم معايا وخلاص اتعجنت وبقت تمام. بدهن بقى الطبق اللي انا عجنت فيه بدهنة كده بسيطة من الزيت، وكمان بدهن وش العجينة وبغطيها بكيس مطبخ، وبعد كده بفوطة مطبخ نظيفة وبسيبها لما ترتاح شوية، يعني حوالي ربع ساعة أو نص ساعة بالكتير لو احنا في الصيف. لو بتشوفيني في فصل الشتاء يبقى هتتساب حوالي ساعة لحد ما العجينة تتضاعف شوية كده، وبعد كده بنرجع لها تاني. طبعا في الصيف ما بتاخدش اي وقت في التخمير. النقطة اللي احنا جايين لها دي مهمة جدا، ان احنا نهبط العجينة. النقطة دي مهمة جدا جدا عشان العجينة بتاعتي تبقى مظبوطة بالظبط. زي ما قلنا كده هنبتدي نهبط العجينة وننقلها بقى من الطبق على سطح العمل او الرخامة اللي احنا شغالين عليها، وهبتدي ان انا اعملها رول وهبتدي ان انا اشكلها. طيب انا هعرف ازاي لو انا لسه جديدة واول مرة اعمل العيش الفينو؟ اعرف ازاي ان العجينة بتاعتي خلاص اتعجنت كويس؟ لما بفردها كده ما بتقطعش مني، وكمان العجينة بلاقيها نعمت معايا كده، الملمس بتاعها بيبقى ناعم جدا. وعايزين العجينة بتاعتنا تكون طرية جدا وبتلزق حاجة بسيطة. نرجع بقى هنا لشغلنا. عملناها رول وقسمنا الرول قطعتين، وهغطي الرول الاولاني او الجزء الاولاني كده بالكيس النايلو، كيس مطبخ كده، وهغطيها بيها. ودي نقطة مهمة عشان ما تعملش منك قشرة او وش العجينة ينشف منك، وطبعا ده شيء مش مستحب خالص. هبتدي بقى ان انا اقطع العجينة او اعملها كده لقم او هعملها كرات صغيرة. تقدري ان انت تستخدمي الميزان عشان تظبطي الوزن كله يبقى مقاس واحد او وزن واحد. انا هنا هعملها 70 جرام. تقدري ان انت تعمليها 50 جرام او 60 لحد 100 جرام، بس خلي بالك كل ما هتكبري في وزن العجينة او وزن اللقمة بتاعت العيش هيكون معاكي الرغيف كبير. ولاحظي كمان ان هو لما بيتخمر بيتضاعف في الحجم.
وكل ما هتقللي في الميزان او في الوزن طبعا ده هيصغر معاكي الحجم بتاع الرغيف بتاعك. لو انت حباه يبقى يعني اللي هو العيش الفينو الميني او الصغير، تقدري ان انتي تقطعي العجينة بتاعتك او اللقم بتاعت العيش الفينو او الكرات، تقطعيها من 40 ل 50 جرام، ده لو حابة ان هو يكون صغير. لو عايزاه زي الحجم اللي انتي شفتيه معايا في الفيديو بيكون يعني حجم متوسط، بيكون من 70 ل 80 جرام. عايزاه اكبر من كده بيكون 90 او 100 جرام. كمان تقدري تستغني عن ان انتي توزنيه، وتقدري ان انتي تشكليه كده بالنظر، هتعمليها كرات كلها تكون حجمها قد بعضها. هنبتدي بقى كل كورة كده او كل قطعة من العجينة هنبتدي ان احنا نلفها كده ما بين ايدينا ونعملها زي البقجة. بس مهم جدا ان انت تلمي العجينة على بعضها كده للداخل من جوه، عشان تعمل معاكي لب او لبابة، او اللي هو بنقوله عليه قلب العيش الفينو كده. وكمان ده هيديله هشاشة وطراوة للعجينة. زي ما انتي شايفة كده بنلفها ما بين ايدينا وبنكورها وندورها، ونحطها كده في صينية مدهونة دهنة خفيفة جدا من الزيت، وبنغطيها بكيس مطبخ مهم جدا عشان ما تعملش معانا قشرة او العجينة تنشف معانا. وهنبتدي ناخد منها كورة كورة ونفردها كده دايرة بايديكي، او لو انتي لسه مبتدئة تقدري ان انتي تفرديها بالمردنة او بالنشابة، بس ما ترقيش العجينة للآخر، يعني ما يكونش سمك العجينة رقيق قوي. وبنبتدي ان احنا نلفها كده، وكل لفة ما بين لفة ولفة بنضغط عليها بصوابع ايدينا عشان ما تفتحش معانا اثناء التخمير. وبنلم كده اطراف العجينة وبنضغط عليها برضو بصوابع ايدينا كويس جدا زي ما انت شايفة. وطبعا لما بنيجي بنرصها في الصينية بنرصها او بنحطها كده على الجنب اللي هو مقفلين عليه. الطريقة سهلة وبسيطة، وبتهيألي الفيديو موضح جدا جدا، أفضل كمان من الشرح بتاعي. هبتدي بقى زي ما قلت أدهن الصواني دهنة بسيطة من الزيت عشان ما يلزقش منك العيش الفينو بعد ما يستوي. زي ما قلنا باخد كورة وبفردها، وبعد كده بلفها رول، وكل لفة بضغط عليها بصوابع ايدي، وبعد كده الطرف بتاع العجينة بضغطه كده كويس جدا وبلزقه في العجينة او في رغيف العيش، وبلم الاطراف الطرف اليمين والشمال، وبعملهم كده برضو بصوابع ايدي بلمهم كويس جدا. وبحاول ان انا اعملها رول مرة واحدة كده، ابرمها برمة واحدة عشان تاخد الشكل البومبي اللي بنشتريه من بره بالظبط زي رغيف العيش الفينو بتاع الافران. عملنا هنا كمان واحدة كده معانا عشان حبايبنا اللي لسه مبتدئين يشوفوا الطريقة بالتفصيل وكل حاجة متوضحة ليكم. سامحوني على الإطالة، ولكن في بعض الوصفات كده بتحتاج ان احنا نعيد ونزيد فيها عشان حبايبنا اللي لسه أول مرة يعملوا الوصفة. طبعا لما بتيجي ترصي رغيف العيش بترصيه مظبوط، لان الرصة اللي انت حطيتيها للرغيف بيفضل عليها، ولو طلع مثلا معوج او متني كده مش بتعرفي تحركيه ولا تظبطيه بعد التخمير. هنا عملنا كمان واحدة كده وقفلناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقولك الطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهتقدري ان انت تشكليه بسهولة وبسرعة، وكمان مش هياخد منك اي وقت، والنتيجة هتبقى مرضية جدا وهتبقي فرحانة ومبسوطة بيها. وكمان هيطلع لك كمية وفيرة تقدري ان انت تحتفظي بيه في الفريزر وتطلعي منه على قد استخدامك. زي ما قلت بقفل الاطراف كده، وبقفل طرف العجينة بعد ما برمتها كويس جدا، وبرصها في الصواني، وبعد كده بسيبهم يختمروا. طبعا في الصيف ما بياخدوش وقت في التخمير. عايزة اقولك نقطة وتركة مهمة جدا محدش هيقولك عليها. لما تيجي تخمري العيش الفينو تحطي الصاجات او الصواني على بعضها بس كده زي ما بيقولوا خلف خلاف، ما بيكونوش مرصوصين على بعض بالتساوي. وكمان تجنبي ان انتي تغطيه بكيس نايلو يكون مباشر على سطح العيش الفينو،
لان انت لو حطيتي الكيس النايلو ولزق في العيش الفينو هتيجي تشيلي الكيس، فبالتالي العيش هيكون اختمر ولزق في الكيس، فبالتالي العيش ممكن يفتح منك والتخمير بتاعه يبوظ ومش هيقب منك في الفرن، ومش هتاخدي الشكل اللي هو متعارف عليه وبنشتريه بره من الافران. زي ما قلتلك خلي بالك لما تيجي ترصي العيش يكون مظبوط، عشان الرصة اللي انت هترصيه بيها هيفضل عليها لحد التسوية. وزي ما قلت لما تيجي تغطيه عشان يتخمر حاولي ان يكون الكيس النايلو او الفوطة بعيدة عنه، ويفضل ان انت ترصيه الصاجات فوق بعض، بس حاولي ان يكون ارتفاع الصاج يكون مش ملامس للصاج اللي تحتيه، عشان العيش ما يلزقش في القاع بتاع الصاج، وبالتالي التخمير بتاعه يهبط. يعني بالبلدي كده العيش هيهبط منك ومش هيقب لو انتي ما راعيتيش النقط اللي بكلمك فيها دي. بعد كده بعد التخمير، وطبعا نقطة مهمة جدا ومحدش هيقولك عليها، لازم ما تقعديش العيش الفينو يختمر وقت اكتر من اللازم، لان هيبتدي ان هو وشه يرق معاكي، ولما تدخليه الفرن هيعمل قشرة منك، وكمان هينشف وهيكون مش طري زي اللي احنا بنشتريه من بره. هنا جبت ربع كوباية من المية العادية، عليهم معلقة او معلقتين من السكر، ودوبتهم كويس جدا، وهبتدي ادهن وش العيش الفينو. نقطة مهمة جدا اوعي تقعي فيها، لو ايدك مش واخدة على الدهان بتاع العيش يفضل ان انت ترشيه ببخاخة، بس طبعا تكون ايدك خفيفة كده بحيث ان انت ما تهبطيش التخمير بتاع العيش. بيخش الفرن على درجة حرارة 220، فرن سخن من قبلها ب10 دقايق، وما بياخدش من 10 ل 12 دقيقة بالكتير على حسب حرارة الفرن او على حسب قوة الفرن بتاعك. بيطلع معايا بغطيه بفوطة نظيفة، وممكن ترشيه تديله بخة كده من المية، مية بسكر او مية عادية، عشان يحافظ على الطراوة بتاعته. ولكن عايزة اقولك هو العجينة دي والوصفة دي بيطلع معاكي طري وزي الفل، مجرد بس ان انتي بتغطيه بفوطة نظيفة لحد ما يبرد، وبعد كده بتطلعيه من الصواني او الصاجات. زي ما انتوا شايفين لون مميز، والعجينة او الرغيف بتاعي طري جدا من كل الاتجاهات، وكمان اللبابة بتاعته او القلب بتاعه زي ما انتوا شايفين. الصورة بتغني عن التعبير. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني، وشير ولايك وسبسكرايب لقناتي تايهة في المطبخ. وما تنسوش اخواتنا من الدعاء، اللهم انصرهم وسدد رميهم، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.